بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله النهاردة هشرح لك ازاي تثبت الجوست اللي انا رفعته لك ال 32 او ال 64 او اي جوست عامة عندك. تمام. مبدئيا الفرق بين اللي انا عملته في الفيديو وبين اللي موجود عندك ان انا عندي مفيش الا بارتيشن السي فقط لا غير، يعني السي والداتا بتاعتي. تمام. مفيش عندي 100 ميجا لا ريكفري ولا ريسيفد ولا الكلام ده كله. تمام. انما عندك انت لو دخلت كليك يمين على ماي كمبيوتر وبعد كده مانج وبعد كده اداره الاقراص، هتلاقي ان انت في عندك سي وفي قبل السي بارتيشن 100 ميجا، لا ينفع تحذفه ولا ينفع تدخله في بارتيشن السي ولا ينفع تعمل فيه اي حاجه خالص. ايه الحل سيادتك؟ الحل ان انت تركب اي اسطوانه صيانه، سواء الاسطوانه بتاعتي او اي اسطوانه في الكوكب براحتك. تمام. وارشح لك يعني اسطوانتي او مثلا اسطوانه المهندس سعيد مقبل، تمام، اللي هو انختك. المهم بعد ما تركب الاسطوانه تدخل معاك على الميني ويندوز بنفس الشكل اللي قدامك دلوقتي. وعلى فكره انا بسجل الفيديو معمول وانا بسجل عليه، فيمكن كلامي مش ماشي مع اللي في الفيديو كويس. المهم هتفتح معاك على برنامج بارتيشن ويزارد، هيفتح معاك بالشكل ده كده. اي اصدار فيهم، اصدار 12 10 9 12.7.6 مفيش مشكله. تمام. لو تلاحظ هنا معايا هتلاقي ان الهارد ديسك بتاعي اللي انا مكريته هنا جوه المكنه دي عباره عن بارتيشن الدي وبارتيشن السي، وال100 ميجا انا عاملها لك انت مخصوص علشان اعرف اشرح لك عليها. تمام. تمام. احنا دورنا دلوقتي سيادتك ان احنا نلغي ال100 ميجا ونلغي السي خالص ونلغي البارتيشن ال 400 ميجا ده لو موجود. تمام كده. ونخلي بارتيشن الداتا بس بتاعنا، والمساحه اللي احنا حذفناها كلها نعملها فين؟ في البارتيشن الاولاني. اول حاجه تعملها اللي هي المرحله اللي عدت قبل 5 ثواني، كليك يمين على الهارد ديسك وتضغط كليك يمين ريبيلد ام بي ار. تمام كده. دي اول مرحله تعملها. بعد كده تحذف بقى الايه ال100 ميجا، كليك يمين ديليت. تمام. ولو في بارتيشن ال 400 ميجا لقيته موجود برضو تعمل له ديليت. تمام كده جميل. ممكن تلاقيه في الاول في اول الهارد وممكن تلاقيه بعد السي. هتيجي بعد كده على السي نفسه وتضغط كليك يمين ديليت. تمام كده بقى عندك مفيش الا الداتا بس، والبارتيشنات التانية فاضية خالص مش متكريتها. هتضغط كليك يمين كريت وتحجم المساحة اللي انت عايزها وبعد كده تضغط اوكي. طيب ايه الفرق بين البارتيشن ده والبارتيشن التاني بتاع الداتا؟ ما هو كده هيتلخبط في البوت. الفرق ان انت لازم تقول له هنا كليك يمين سيت اكتيف. سيت اكتيف يعني ده البارتيشن الاساسي، مش الاساسي بمعنى الاساسي اللي هي اللوجيكال لا، الاساسي من ناحيه البوت، يعني ده كده اللي محقون بالبوت ماستر. تمام. سيت اكتيف او ريبيلد ام بي ار معناها ان انت خلي لي الهارد ده الاساسي للبوت، والبارتيشن ده بالذات سيت اكتيف يعني هو ده اللي عليه البوت بتاعنا يقرا منه الويندوز بتاعك. تمام. بعدها تضغط على كلمه ابلاي، هيبدا يحمل معاك بالوضع اللي انت شايفه دلوقتي. بعد ما يخلص خالص كده تقدر تستخدم نفس الطريقة اللي انا عملت لك في الفيديو اللي موجود على النسخة ال 32 او ال 64. تمام. بس ده كده الموضوع كله بما فيه. طيب انا دلوقتي هكمل لك نقطة هنا بسيطة. تمام. ايه هي بقى؟ انك تضغط على ال1 كي. بس انا طبعا داخل من الاسطوانة بتاعت الاسطوانة عبارة عن ويندوز 11، ولكن المكنه نفسها انا مكريتها لويندوز 7 64، فهيجيب لي مشاكل زي المشكله اللي ظهرت قدامك دي، بس برضو ما فيهاش اي مشاكل هتعدي. تمام. عندك انت باذن الله هتعدي لان انت مش داخل على ويندوزات. المهم اول ما هتفتحه هتختار باك اب، وهو بيختار الويندوز اوتوماتيك من نفسه، وبعد كده تختار يس وبعد كده يس تاني. العلامات اللي انا عملتها لك قدامك دي مش هتظهر عندك اساسا، اللي هيظهر عندك نفس اللي ظهر في الفيديو اللي انا رافعه على الفيسبوك. تمام كده جميل. بس هتلاقي الجهاز عندك راستر وراح داخل على القائمة اللي قدامك دي وبيثبت لك الويندوز. بعد ما هيفرده هيتثبت بنفس الطريقة اللي في الفيديو اللي انا عامله على الفيسبوك. تمام كده جميل. الطريقة دي تنفع على 7 و10 و12 و90 والدنيا جميلة. يلا احلى مسا.